السلام عليكم ورحمة الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. إن شاء الله هنكمل حل امتحانات كتاب المعاصر. وصلنا للمحافظة الخامسة، هي محافظة الشرقية. محافظة ممتعة جدا، حتى في طريقة وضع الأسئلة بتاعتها بتكون مختلفة عن كل المحافظات اللي فاتت. يعني متعودين إن احنا نبدأ بأسئلة اختار، هنا بادئ بسؤال مقالي. يلا نبدأ على بركة الله. السؤال الأول: اوجد نون س في أبسط صورة موضحا المجال. نفس الخطوات اللي احنا متعودين عليها، هنحلل البسط والمقام ونجيب المجال وبعد كده نختصر. يبقى نون س هتساوي البسط عبارة عن فرق بين مكعبين اللي هو قوس صغير وقوس كبير. جذر التكعيب للسينوس 3 س، ناخد نفس الإشارة. جذر التكعيب للتمانية 2. القوس الكبير ربع، غير، اضرب، يبقى 2 س ربع الحد الأخير تبقى 4. المقام عندي فرق بين مربعين، يبقى س وس 3 و3، واحدة موجب واحدة سالب، يبقى س زائد 3 وس ناقص 3. ناخد بالنا إن دي ضرب دالتين. في البسط عندي س زائد 3 هتنزل زي ما هي، وفي المقام مقدار ثلاثي، لكن لو جيت ضربت كام في كام يدينا 4 ومجموعهم 2، مش هلاقي، فهسيبها زي ما هي عشان لا تقبل التحليل أو ليس لها مجموعة حل في مجموعة الأعداد الحقيقية. س تربيع زائد 2 س زائد 4. بعد كده هنجيب المجال، ح فرق أصفار المقام، يبقى هنا سالب 3 وهنا 3، والقوس التاني ملوش أصفار. بعد كده هختصر البسط مع المقام. هنا س تربيع زائد 2 س زائد 4 هتروح مع اللي تحت، وس زائد 3 هتروح مع اللي تحت. هيتبقى عندي نون س هتساوي س ناقص 2 على س ناقص 3، وهي دي أبسط صورة للدالة. إذا كان أ وب حدثين من فضاء عينة لتجربة عشوائية، وكان احتمال أ شرط أو أ المكملة ب4/10، واحتمال الب ب5/10، واحتمال الاتحاد ب8/10. اوجد. أول حاجة طالب مني احتمال الألف. أنا عارف إن احتمال الألف بيساوي 1 ناقص احتمال أ المكملة، يعني هيساوي 1 ناقص أ المكملة أو أ شرطة ب4/10، فيطلع احتمال الألف ب6/10. ده المطلوب الأول. المطلوب الثاني احتمال أ تقاطع ب. احتمال التقاطع عبارة عن احتمال الألف زائد احتمال الب فرق الاتحاد. طالما عندي طالب التقاطع يبقى فرق الاتحاد، فرق احتمال أ اتحاد ب. لكن لو كان طالب الاتحاد يبقى فرق التقاطع. احتمال الألف أنا جبته بكام؟ ب6/10، زائد احتمال الب هو مديهولي ب5/10، ناقص احتمال الاتحاد بكام؟ هو مديهولي ب8/10، هيساوي 6/10 زائد 5/10 ب1/1/10، ناقص 8/10 هيديني 3/10. السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. مجال المعكوس الضربي للدالة د س بتساوي س ناقص 1 على س تربيع زائد 4. هو مش عايز مجال الدالة، ده عايز مجال المعكوس الضربي، فأنا هجيب المعكوس الضربي للدالة. هي اسمها د س، يبقى د أس سالب 1 س هتساوي المعكوس الضربي، فأنا بشقلب الكسر، خلي المقام في البسط والبسط في المقام، يبقى س تربيع زائد 4 على س ناقص 1. أنا طبعا عارف إن المجال عبارة عن ح فرق، طالما في المعكوس الضربي يبقى ح فرق أصفار البسط وأصفار المقام. البسط عندي هنا ملوش أصفار في مجموعة الأعداد الحقيقية، لكن هاخد أصفار المقام بس اللي هو الواحد، يبقى المجال هو ح فرق الواحد، الاختيار د. السؤال الثاني: إذا كان 2 أس س بيساوي 3 و8 أس سالب س هتساوي كام؟ طيب 8 أس سالب س دي عبارة عن 1 على 8 أس س، عشان أخلي الأس موجب بجيب المعكوس بتاعه. طيب ما أنا ممكن أخلي 8 أس س دي عبارة عن 2 أس 3 الكل أس س، عشان 2 أس 3 ب8، وأقدر أبدل ما بين الأس اللي جوه والأس اللي بره، الضرب إبدالي مفيش أي مشكلة، فتطلع 2 أس س الكل أس كام؟ الكل أس 3. كل ده هيساوي
طب ما أنا عندي 2 أس س أصلا هو مديهالي بكام؟ مديهالي ب3، فهشيلها وأكتب 3. فهلاقي عندي في البسط 1 و2 أس س دي هشيلها وأكتب مكانها 3، يبقى 3 أس 3 هيديني 1/27 اللي هو الاختيار ج. السؤال الثالث عايز المجال المشترك للدالتين، ده الواحد س على س ناقص 3 وده الاتنين س زائد 3 على الاتنين. عشان أجيب المجال المشترك أنا بقول ح فرق أصفار المقام الأول وأصفار المقام التاني. أنا ملاحظ إن المقام التاني ملوش أصفار، فأنا هاخد أصفار المقام الأول بس، فهتكون ح فرق 3. أوجد مجموعة حل المعادلة الآتية في ح: 2 س تربيع ناقص 4 س زائد 1 بيساوي 0. هو ما حددش إن أنا أحلها بالقانون العام، لكن لو جيت أحلل كمقدار ثلاثي غير بسيط هلاقيها برضه لا تقبل التحليل، هتكون قدامي عاملة مشكلة. فأسهل حاجة أي مقدار ثلاثي أنا مش عارف أحلله بالقانون العام حتى لو هو ما طلبش بالقانون العام. نجيب قيمة الألف على طول. الألف معامل السين تربيع ب2، والب معامل السين بسالب 4، والجيم هو الحد المطلق ب1. وأكتب القانون س هتساوي سالب ب موجب أو سالب الجذر التربيعي ب تربيع ناقص 4 ألف ج على 2 ألف. هعوض، يبقى السين هتساوي سالب في سالب بموجب، يبقى 4 موجب أو سالب الجذر التربيعي ب تربيع 4 تربيع ب16 ناقص 4 في ألف في 2 في 1 على 2 ألف، يعني 2 في 2 ب4. بعد كده هقسم المسألة لمسألتين. هقول السين أخدها مرة بالموجب ومرة بالسالب، يبقى 4 زائد الجذر التربيعي. عندي هنا 2 في 4 ب8، 8 في 1 ب8، 16 ناقص 8 هيديني 8 على 4. وأخدها مرة بالسالب، يبقى س هتساوي 4 ناقص الجذر التربيعي ل8 على 4. بعد كده بفتح الآلة الحاسبة عندي عشان أجيبها لأقرب رقم 10. شرطة كسر هكتب 4 زائد الجذر التربيعي ل8 على 4 وأدوس يساوي، هتطلع عندي ب71%، يبقى السين هتساوي 71%. وهنجيبها بالسالب، نخش لنفس المسألة، هخلي الموجب سالب، هدوس يساوي، هتطلع عندي ب29، تطلع عندي ب29%، وده الحل التاني. بعد كده هقول له م ح مجموعة الحل، هكتب الحل الأول اللي هو 71% و29%. أوجد ن س في أبسط صورة موضحا المجال. حل البسط، حل المقام، وبعد كده أجيب المجال واختصر البسط مع المقام. ما تنساش إن دي مسألة طرح دالتين. ن س هتساوي، عندي مقدار ثلاثي بسيط، كام في كام يديني 2 مجموعهم 3، 2 في 1. فأنا هحلل نفتح قوسين، السين تربيع س وس 2 في 1، إشارة الحد الأخير موجب، الاتنين ياخدوا إشارة الحد الأوسط. والمقام عندي عبارة عن فرق بين مربعين، يبقى السين تربيع س وس 4 2 و2، واحدة موجب واحدة سالب، ناقص الدالة التانية عندي عامل مشترك في البسط اللي هو س، هيتبقى عندي 3 ناقص س. والمقام عندي عبارة عن مقدار ثلاثي بسيط، كام في كام يديني 3، الفرق بينهم 1، 2 في 3 و3 ناقص 2 يديني 1. فأنا هحلله برضه عن طريق إن أنا أفتح قوسين، س تربيع تبقى س وس 6، 2 في 3، إشارة الحد الأخير سالب، الكبير ياخد إشارة الأوسط والتاني عكسه. نجيب المجال، هيساوي ح فرق أصفار المقام، هنا الأصفار ب2 وهنا -2 وهنا -2 وهنا 3، بس -2 مش هكتبها مرتين عشان دي مجموعة. بعد كده هنجيب الاختصار أبسط صورة، هلاقي عندي س ناقص 2 راحت مع س ناقص 2 في الدالة الأولى، وس ناقص 3 مش هتروح مع 3 ناقص س إلا لو خدت السالب من هنا عامل مشترك، فأنا هاخد السالب بره عامل مشترك، هيتبقى عندي س في سالب س اهيت في س ناقص 3. طيب
فهودي القوس ده مع القوس اللي تحت. طب السالب اللي طلع بره ده مع السالب بتاع المسألة هيخليها موجب، فهيتبقى عندي في الدالة الأولى س ناقص 1 على س زائد 2، وهتبقى زائد عشان السالب اللي أنا خدته عامل مشترك من البسط. والقوس اللي هيتبقى عندي اللي فوق س ناقص 3 هيروح مع س ناقص 3 اللي تحت، فهيتبقى عندي في البسط س على المقام س زائد 2. جمع دالتين المقامات متشابهة، هاخد مقام واحد يبقى س زائد 2، وهجمع البسط يبقى س ناقص 1 زائد س. هيتبقى عندي س زائد س ب2 س ناقص 1، والمقام عندي عبارة عن س زائد 2، وهي دي أبسط صورة للدالة. أوجد في ح مجموعة حل المعادلتين الآتيتين: س ناقص ص بيساوي 3 و2 س زائد ص بيساوي 6. دي المعادلة الأولى، والمعادلة التانية قلنا هنحلهم مع بعض بطريقة التعويض أو طريقة الحذف، والأسهل زي ما بنقول كل مرة هي طريقة الحذف. هكتب المعادلتين فوق بعض، يبقى س ناقص ص بيساوي 3، دي المعادلة الأولى. المعادلة التانية 2 س زائد ص هيساوي 6. لقيت معامل الصاد هو معامل الصاد مع اختلاف الإشارة، هقول بجمع المعادلة 1 والمعادلة 2. هلاقي عندي س زائد 2 س ب 3 س، والصاد هنا هتروح مع الصاد، 3 زائد 6 يديني 9، هقسم على التلاتة في الطرفين، هلاقي عندي س بتساوي 9، 3 فيها التلاتة. هعوض في أي معادلة عن الس بتساوي 3 عشان أجيب قيمة الصاد. نعوض في المعادلة الأولى، يبقى 3 ناقص صاد بيساوي 3، وأدي التلاتة دي بعكس الإشارة، يبقى سالب صاد هيساوي 3 ناقص 3 صفر، يقسم على سالب 1 سالب 1، وصفر على أي حاجة بصفر، فالصاد هتطلع عندي بصفر. تكون مجموعة الحل هي المجموعة داخلها زوج مرتب 3 وصفر. السؤال الرابع: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. 1. الجذر التربيعي 25 ناقص 9. اوعى تقول لي 5 ناقص 3، لا، في عملية حسابية تحت الجذر التربيعي بجيب ناتج العملية الحسابية الأول. فجذر ال 25 ناقص 9، 25 ناقص 9 دي 16. طب جذر ال 16 بكام؟ الجذر التربيعي لل 16 ب4. ال4 دي 5 ناقص كام؟ 5 ناقص 1. المسألة التانية: إذا كانت أصفار الدالة هي فاي، ده معناه إن الدالة ليس لها أصفار، مفيش قيمة تخلي الدالة تساوي 0. فإن دالة س يمكن أن تكون كام؟ طيب، لو خدنا أول واحدة المفروض آخد الدالة أساويها بالصفر عشان أشوف ليها أصفار ولا لأ. هقول س تربيع زائد 4 بتساوي 0، أودي بعكس الإشارة، يبقى الس تربيع هتساوي سالب 4. لو خدت الجذر التربيعي مفيش جذر تربيعي لعدد سالب، فبالتالي الاختيار ألف هي الدالة التي ليس لها أصفار. لكن لو خدت ب هنلاقي هنا الس هتساوي 4، وهنا س هتساوي موجب أو سالب 2، وهنا س هتساوي سالب 4. ب وج ود ليهم أصفار، لكن الدالة الوحيدة التي ليس لها أصفار هي س تربيع زائد 4. السؤال الثالث: إذا كان المستقيمان س ناقص 3 ص بيساوي 2 وس زائد ك ص بيساوي 5، قال المستقيمان دول متوازيين. متوازيين يعني لما أقسم معامل السين على معامل السين هلاقيه بيساوي معامل الصاد على معامل الصاد، ولكن لا يساوي الحد المطلق على الحد المطلق. فأنا لما أجي أقسم معامل السين هنا بواحد، يبقى 1 على 1 لازم تساوي سالب 3 على الكاف، ولكن لا تساوي الحد المطلق على الحد المطلق اللي هو 2 على 5، وكده كده ده أنا مش هحتاجه. هجيبها إزاي؟ تساوي نسبتين، فهجيب الكاف إزاي؟ إن أنا أضرب 1 في سالب 3 على الواحد، فالكاف هتكون عندي 1 في سالب 3 بسالب 3، سالب 3 على 1 فيها السالب 3. الاختيار ب. إذا كان ن 1 س يساوي 5 س على 5 س زائد 10، دي الدالة الأولى. ون 2 س تربيع زائد 2 س على س تربيع زائد 4 س زائد 4، عايز يثبت إن ن 1 بتساوي ن 2. هنقسمهم مسألتين وهنقول ن 1 س هتساوي البسط عندي 5 س هينزل زي ما هو، ده أبسط صورة، وتحت عندي أقدر أخد الخمسة عامل مشترك، هيتبقى عندي س زائد 10 على 5 فيها الاتنين. بعد كده هجيب م 1 المجال، ح فرق أصفار المقام يبقى ح فرق سالب 2،
وأجيب الاختصار يبقى نون واحد س هتساوي 5 هتروح مع ال5 هيتبقى عندي س على س زائد 2. الدالة التانية هشتغل بنفس الطريقة، هنقول نون 2 س هتساوي البسط عندي هاخد السين عامل مشترك هيتبقى عندي س زائد 2، والمقام عندي مقدار ثلاثي هل يقبل التحليل؟ كام في كام يدينا 4 ومجموعهم 4 2 في 2 يقبل التحليل، مقدار ثلاثي بسيط، فأنا هحلله عن طريق إن أنا أفتح قوسين مع بعض س تربيع س وس الأربعة 2 و2 إشارة الحد الأخير موجب، الاتنين ياخدوا إشارة الحد الأوسط هيبقى موجب وموجب. نجيب المجال م 2 ح فرق أصفار المقام اللي هو -2 و-2 لكن هكتبها مرة واحدة. بعد كده هجيب الاختصار لأبسط صورة يبقى نون 2 س هلاقي س زائد 2 راحت مع س زائد 2 اتبقى عندي س على س زائد 2. لقيت الاختصار بيساوي الاختصار والمجال بيساوي المجال يبقى أنا كده خلصت المسألة. هقول له بما أن نون 1 س بتساوي نون 2 س وبما أن م 1 بتساوي م 2 إذا نون 1 بتساوي نون 2 وهو المطلوب إثباته. اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. 1. أبسط صورة للدالة د حيث د س هتساوي س على 2 ناقص س زائد 2 على س ناقص 2. أول ما أشوف الشكل ده في أي مكان 2 ناقص س 1 ناقص س 3 ناقص س أنا باخد -1 عامل مشترك، فهتكون بالشكل ده. دالة السين هتساوي أنا هاخد -1 عامل مشترك من الدالتين، من الدالة الأولى والدالة التانية، فأنا هاخد السالب بره عامل مشترك وأفتح قوس. عندي في البسط س زي ما هي وفي المقام هتبقى س ناقص 2. طيب الدالة التانية لما اخد من هنا سالب عامل مشترك فالموجب ده هيكون سالب عشان لما اضرب سالب في سالب يديني موجب، هيبقى 2 على س ناقص 2. يبقى دالة السين هتساوي السالب يفضل بره، هنا جمع دالتين أو طرح دالتين مقامات متشابهة هاخد مقام واحد س ناقص 2 وأطرح البسط س ناقص 2 دول مع بعض بواحد وهيتبقى بره -1 الاختيار د. السؤال الثالث إذا كان أ جزء من ب أو أ مجموعة جزئية من ب، يعني أ هي المجموعة الصغيرة وب هي المجموعة الكبيرة، فإن احتمال أ فرق ب، يعني إيه اللي موجود في أ ومش موجود في ب؟ طب ما هي أ كلها أصلا موجودة في ب، فبالتالي مفيش عدد أو مفيش حاجة موجودة جوه أ ومش موجودة في ب، فده احتمال حدث مستحيل، واحتمال حدث المستحيل ب0. السؤال الثاني في السؤال الخامس إذا كان س على ص بيساوي 3 ص تربيع بتساوي 4 فإن قيمة السين هتساوي كام؟ طيب ما أنا ممكن أجيب قيمة الصاد، يعني ص تربيع بتساوي 4 فالصاد هتكون موجب أو -2، فأنا هعوض في العلاقة الأولى أو المعادلة الأولى عن الصاد بتساوي 2 والصاد بتساوي -2، فهتبقى س على الاتنين بتساوي 3 ومنها س هتطلع ب6 وس على -2 تساوي 3 ومنها برضو س هتطلع ب6 فالس هتكون موجب أو -6. اوجد في ح مجموعة حل المعادلتين س ناقص ص بيساوي 1 وص تربيع زائد س بيساوي 7. دي المعادلة رقم 1 ودي المعادلة رقم 2، واحدة من الدرجة الأولى والتانية من الدرجة التانية، فأنا هحلها بالتعويض. هثبت السين في المعادلة الأولى وأدي الصاد بعكس الإشارة فتطلع 1 زائد ص، وهعوض من المعادلة رقم 1 إلى المعادلة رقم 2 اللي هي المعادلة التانية. هشيل السين وهكتب مكانها 1 زائد ص، هتطلع عندي ص تربيع زائد 1 زائد ص بيساوي 7. هجيب هنا ال7 بعكس الإشارة وهرتب، يبقى ص تربيع زائد ص دي هتيجي -7، 1 ناقص 7 يديني -6، كل ده بيساوي 0. هحلل مقدار ثلاثي بسيط، الص تربيع تبقى ص وص، الستة 2 في 3 والفرق بينهم 1، إشارة الحد الأخير سالب فالكبير ياخد إشارة الأوسط والتاني عكسه، هنقسمهم مسألتين، ص ناقص 2 بيساوي 0 يبقى ص بتساوي 2،
وصاد زائد 3 بيساوي 0، يبقى صاد هتساوي -3. طيب عند صاد بتساوي 2، عند صاد بتساوي 2 هعوض في العلاقة رقم 1 أو المعادلة رقم 1. لما صاد تبقى ب2 يبقى س هتطلع 1 زائد 2 ب3. ولما صاد بتكون -3 هعوض يبقى س هتطلع 1 ناقص 3 -2. وتكون مجموعة الحل هي 3 و2، ببدأ بالسين مبدأش بالصاد، و2 و3. وبكده نكون خلصنا الامتحان على خير. لو الفيديو فادك متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. أشوفكم في الفيديو الجاي في رعاية الله.